السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على فكره البرنامج ديولينجو، وقلنا ان هو برنامج لا يصلح ان انت تتعلم منه انجليزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على فكره السي ان ان والقنوات الاخباريه، تقدر تتعلم منها انجليزي ومجانا جدا، وتقدر توصل منها لمرحله كويسه جدا في الطلاقه في الانجليزي. فعلى بركه الله ما تنساش قبل ما نبدا حلقه النهارده تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدعي لاخواتنا بالنصر. ويلا بينا. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم. القناه الاخباريه مهمه جدا 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 في مهاره الاستماع، بتقوي عندك الليسننج وبتقوي عندك فكره التفكير باللغه الانجليزيه. اهم حاجه هو انك تسمع، لان عراي الاستاذ ابراهيم عادل قال لك ان السماع مخرج الكلام. فاهم حاجه ان انت تسمع كتير. بص، قصتي بسيطه جدا مع السي ان ان، هو انك ببساطه حاول انك تسمع كتير. وانا كنت من صغري وانا بحب ان انا اسمع كتير، بحب ان انا اسمع افلام، بحب ان انا اسمع بودكاست، بحب ان انا اسمع الاخبار، لان انا البيت كله يعني بيحب ان هو يسمع الاخبار. وفي ظل الفكره كميه الاحداث اللي بتحصل الايام دي، ففكره ان هو بينزل فيديوهات كتير، كميه فيديوز على السي ان ان كبيره جدا، سكاي نيوز، بي بي سي نيوز، كل الحاجات دي تقدر ان انت تتابع منها الاخبار. طبعا في ظل الاحداث المتواتره في فكره الانتخابات الامريكيه، فطبعا المظاهرات واهم الاحداث اللي بتحصل في امريكا، كل ده بتحاول ان احنا نسمعه. ليه؟ علشان يقوي عندك مهاره الاستماع، علشان تقدر تحصل فوكابس كتير، ومن خلالها تقدر تعمل محادثه كويسه مع اي حد. طب ازاي استفاد؟ حاول انك تسمع، حتى لو انا حتى لو انا مش فاهم اللي انا بسمعه، حتى لو انت مش فاهم اللي انت بتسمعه، حاول انك تسمع كتير. مش السي ان ان بس او سكاي نيوز او البي بي سي او ايا كان، لا، حاول انك تسمع قصص كتير. حاول انك تنزل ابلكيشن زي برنامج ايستوريا، حاول تنزل برنامج زي برنامج تيد مثلا، حاول انك تديو كاردز مثلا. البرامج دي كلها تقدر ان انت تسمع منها وتستفاد منها، وانك تحصل حصيله لغويه. كل اللي احنا عايزينه من فكره الاستماع هو انك تسمع كويس، علشان تقدر تعمل محادثه كويسه من خلال الكلمات اللي انت بتستقبلها في عقلك اللاواعي. احنا عايزين ننقل اللغه من عقل الواعي للعقل اللاواعي. طول ما انت عمال تفكر اني، يعني مثلا لو جيت قلت لك ان الكرسي ده اسمه ايه، هتقول لي تشير. طب لو قلت لك اللي ورايا ده اسمه ايه، اول لما تقول لي كرسي، انت كده لسه برضه فكره الانجليزي عندك مش كويسه، او فكره اي لغه انت عايز تتعلمها مش كويسه. طالما انت لسه بتفكر بالطريقه العربيه، هو انك تجيب العربي وتترجمه انجليزي، وتقعد تجيب الانجليزي تكتبه بالعربي، كل ده انت بتضيع وقت. كل ده انت بتضيع وقت في فكره ان انت عايز تتعلم انجليزي وانت ما بتتعلمش انجليزي. فاحسن حاجه ان انت تعملها لو انت مش عايز تكتب كتير، مش عايز تتمرن كتير، يعني في الاول لو انت مش عايز تتمرن كتير في الاول، حاول انك تسمع كتير. اسمع على قد ما تقدر، حتى لو انت مش فاهم. جيب بودكاست مش فاهمه اسمعه، هات فيلم مش فاهمه اسمعه، هات قصص مصورة او قصص اطفال واسمعها. وحتى لو انت مش فاهم اسمع، المهم ان انت تسمع حتى لو انت مش فاهم حاجه. ففكره الاخبار او السي ان ان انقذتني في فكره الاستماع في بدايتي. هو اني كنت عايز اسمع كتير. طب ايه اهم الابلكيشن اللي موجوده؟ ما كنتش اعرف بقى البرامج زي ايستوريا او تيد او الحاجات اللي زي كده، كنتش لسه اعرف الحاجات دي. فدخلت على يوتيوب وجبت اهم الاخبار، طلع لي بقى السي ان ان والسكاي نيوز والبي بي سي والحاجات دي كلها. فحاول انك تسمع على قد ما تقدر، حاول انك تسمع كتير جدا جدا جدا، وتحصل حصيله لغويه من فكره الاخبار. وحاليا زي ما انا قلت لك، الساحه مشتعله من الاخبار، فحاول انك تجيب الاخبار دي كلها. وحتى لو هتفعل ميزه الترجمه، يعني حتى لو انت هتفعل ميزه الترجمه على الفيديو تفهم، شغل. بس نصيحتي انا، لا، الغي بقى العربي. حاول نلغي العربي ده خالص من القاموس. حاول انك تلغي فكره اصلا انت عايز تتعلم انجليزي عربي، انجليزي عربي تقعد تترجم، تجيب الجمله بالانجليزي وتترجمها عربي. لا، انسى الطريقه دي، مش هتوصلك لحاجه. في الاول ممكن يعني بتزق معاك شويه، لكن هي ما بتعملش حاجه. انك تجيب الجمله تقعد تترجمها بالعربي، لكن في الاول ممكن، يعني انا بقول لك ممكن لا، ده الاحسن. لكن لو انت عايز فقشطه عادي.
فاحسن حاجه هو انك تسمع الاخبار. يعني CNN كويسه جدا، سكاي نيوز كويسه جدا، اي ستوريا برنامج اي ستوريا كويس جدا، نيو كارز كويس جدا. فحاول انك تسمع على قد ما تقدر. ودي كانت حلقه النهارده، ازاي CNN انقذتني من فكره التشتت في الاستماع. فلو عجبك حلقه النهارده ما تنساش بقى طبعا تدوس سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو ده وتشيره عشان يستفاد اكتر قدر ممكن من الناس. واشوفك في حلقه جديده وبرنامج جديد ويب سايت جديد وشانل جديده لو انت عايز تتعلم انجليزي مجانا. سلام.